مرحبا، يسعد لي كل أوقاتكم أعزائي متابعي قناة إيفا. إن شاء الله كلياتكم تكونوا بخير وسلام يا رب. وصفتنا لليوم هي مربى الفراولة أو الفريز. هون عنا الفراولة رحنا جبناه من المزرعة. طبعا هلا موسم الفراولة بألمانيا، فرحنا نحن والولاد جبناه من المزرعة الفراولة. راح نساوي مربى ان شاء الله. طبعا اول خطوة شو بنساوي؟ بنشيل هذا الاخضر وبنغسلها بشكل جيد وبنشفها وبنرجع لكم. طبعا هون غسلناهم بشكل جيد وحطيناهم على ورق المطبخ لحتى ينشفوا تماما، ما بيصير بضل فيها ولا نقطة مي. وهيك صار عندي الفراولة جاهز، نشفناه بشكل جيد. ممكن تسووها الحبة كاملة، ممكن تسووا المربى حبة كاملة بتكون حجم وسط كلها تقريبا، أو بتقطعوها بالنص حسب الحجم اللي انتو بدكم إياه بهذا الشكل. إذا كانت حبة كبيرة تقسموها لأربع أقسام، مثلا هاي الحبة كبيرة تقسموها بالنص أو أربع أقسام مثل ما شايفين بهذا الشكل. راح نساوي أو حبة كاملة، نحن راح نساويها نص، ما راح نخليها حبة كاملة. كل الحجم الكبير بساويه 4 أقسام. أما إذا كانت كل الحبات نفس الشي مثلا هذا الشكل فممكن تسووها كاملة كمان، بتطلع كتير طيبة سهلة وما بدها شي. طبعا هيك لنخلص كل كمية الفراولة وبنرجع لكم. وهيك خلصنا من تقطيع الفراولة مثل ما شايفين. هلا طبعا هاي الكمية عندي 3 كيلو تقريبا، او ممكن يعني عند نفس كمية الفراولة تستعملوا السكر. راح نقيسها بهاي الكاسة الكبيرة. كل كاسة نفسها بدها سكر. هلا بنعبيها سكر وبنضيفها لفوق الفراولة بهذا الشكل. وبنرجع هيك لنخلص كل الكمية. كمان نضيفها ونضيف السكر. يعني كيلو فراولة بدها كيلو سكر. وبنحتاج للليمون آخر شي. بسم الله. هيك لنخلص كل الكمية ونرجع لكم. مثل ما شايفين 3 كيلو فراولة أخذ معي 3 أكياس سكر، كل كيس 1 كيلو. هلا هيك بنغطيها. ممكن تحطوها بالبراد ليلة كاملة، أو إذا في شمس تحطوها برا
3-4 ساعات، أو تخلوها جوا كمان 3-4 ساعات بس لحتى يدوب السكر شوي، وبعدين تحطوه على النار. طبعا أنا هون حطيتها بالشمس، رح أتركها 3-4 ساعات بس لحتى يدوب عندي السكر شوي. طبعا مثل ما شايفين بعد ما تركناها بالشمس لمدة 4 ساعات تقريبا داب عنا السكر. هلا بنحطها على النار، تكون درجة الحرارة عالية أول شي. طبعا مثل ما شايفين بلشت تغلي، راح نوطي الغاز للوسط، وها بنشيل هاي الرغوة البيضة، بنشيلها هاي. هلا بنضيف عليها عصير الليمون، لكل كيلو بدها ملعقتين كبار مثل ما شايفين، او نص ملعقة صغيرة ملح ليمون. 3 4 طبعا لسه بدنا نشيل الرغوة. 5 وهي 6. رح نكمل نشيل الرغوة. طبعا بس بلشت تغلي بتحتاج ل40 دقيقة لساعة، من 40 دقيقة لساعة تكون جاهزة ان شاء الله. طبعا مثل ما شايفين عم تغلي. طبعا الرغوة كل ما طلعت الرغوة بنشيلها من الجوانب بهذا الشكل. لحتى تستوي عنا الفراولة. طبعا مثل ما شايفين صارت عنا جاهزة، نتركها لحتى تبرد. مثل ما شايفين بعد ما بردت هذا هو القوام الأخير. الفراولة مستوية. وهيك صار عنا مربى الفراولة جاهز. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير للقناة. ان شاء الله الف صحة وهنا.